السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل معاكم حاجة حلوة بالكاستر، ساقعة ترطب على القلب في الجو الحار اللي احنا فيه ده. ان شاء الله تعجبكم بإذن الرحمن. انا عندي هنا فاكهة، اي فاكهة تمشي، عند اي فاكهة موجودة عندكم تشتغلوا بيها، اي فاكهة. انا ما تربطوش نفسكم باللي انا عاملاه. انا عندي هنا عنب، عندي تفاح، عندي خوخ، عندي موز. انت عندك فراولة، عندك كيوي، عندك كانتالوب، قطع بطيخ تقطعيه قطع، اي حاجه، اي نوع فاكهه عندك اشتغلي بيه. عندي هنا ده كيلو الا ربع حليب، مكملاه بكيلو، مكملاه بربع كيلو في الكوبايه اهوت، يعني كده كيلو حليب على بعض، الكوبايه دي والكوبايه دي. عندي باكيتين فانيليا، كوبايه. عندي سكر حسب رغبتكم انتم. عندي 3 معالق ونص كاستر. تمام. تعالوا نحطوا الحاجة على بعضها، المقادير على بعضها على البارد، ونشوف هنعمل ايه مع بعض، وان شاء الله تعجبكم بإذن الرحمن. هنا هنزل بالحليب اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنزل بالكوباية التانية اللي باقية معايا، 3 معالق كاستر، 3 معالق ونص، انا مش عايزاه تخين قوي. السكر حسب الرغبة. اقلب كل الكلام ده كله كده مع بعضه. هاخد بقى الحلة دي واروح بقى على النار بعد ما لوثت كده على البارد. كده بقى واروح بقى على النار، وبعد ما اخلصها اوريكم القوام بتاعها. خلاص اهوت بعد ما طفيت عليه على البوتاجاز. ماشي، هفضيه بقى في حاجه واسعه خالص عشان عايزاه يبرد قبل ما اقطع فروت السلطات اللي معايا، الفواكه اللي معايا اقطعها. هي حاجه تشبه الفروت السلطات كده، بس ايه، اطعم واحلى كمان. فانا بقى هبردها وهشوف بعد كده هنعمل ايه تاني مع بعض. هنا قطعت الفواكه فوق بعضها اهي. تمام. وهنا انا جبت خدت الكاستر، غطيته بكيس عشان ما يعملش طبقه قشره. ماشي، ودخلته التلاجة يهدى شويه. وهشيل بقى طبقة القشطة دي كده. حاجة نازلة هنا كده بالكاستر اهو. هو طبعا يا دوبك هدي، انا ما مسقعش، هو يا دوبك بالكاستر. هاجي نازلة بقى بالفواكه دي كلها كده اهي. وهقلب كل الكلام ده كده ببعضه. مهم. وهعبي بقى، وهعبي كل بقى الحاجات دي في الكاسات. ماشي، وبعد كده تشوفوها بقى بعد ما اعبيها في الكاسات. خلاص يا حبايبي، انا كده بعد ما خلصت اهوت الفروت سلطات اللي هو بالكاستر. جربوا الوصفه دي وان شاء الله هتعجبكم باذن الرحمن. حاجه ساقعه وهترطب على قلبكم باذن الله. جربوها وان شاء الله تكون رضاكم وعجبكم. ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتشوفوا منه كل جديد باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.